ده الشيخ محمود إمام المسجد اللي ذبح أمه، بالظبط زي ما أنت سمعت كده، ذبح أمه. الحاجات دي يعني حضرتك المفروض يعني حضرتك عارفها اكتر مني. فانا كان معمول لي اعمال، حاولت ان انا اطلع العمل ده. طب ذبحها ليه وعشان إيه؟ تابع الفيديو للآخر وأنت تعرف. محمود كان شاب متدين وملتزم وكل الناس بتحلف بأخلاقه، وضيف على كده إنه كان إمام المسجد. كان متزوج وعنده ولدين وعايش في بيت العيلة. أمه كانت عايشة معاه لأنها ست كبيرة ومريضة وهو كان بيرعاها. الحكاية بدأت لما الناس شافت محمود وهو بيجري في الشارع وعمال يعمل تصرفات غريبة وبيكلم القطط والكلاب. كانت حاجة مش طبيعية. لما أهله لاحظوا تصرفاته دي قرروا إن هم يودوه لدكتور، ولكن هو رفض وقال إن هو معمول له عمل سفلي. مشايخ الجامع قعدوا مع بعض وقالوا إحنا لازم نشوف حل. في يوم خدوا محمود ودخلوا بيه جوه الجامع وبدأوا يقروا عليه قرآن عشان يخرجوا اللي جواه، بس كانوا بيعملوا كده بطريقة عنيفة شوية، لدرجة إنهم فضلوا يضربوا في محمود لحد ما محمود سابهم وقام جري، ومن ساعتها وما دخلش الجامع تاني. نيجي بقى لقبل اليوم اللي حصلت فيه الجريمة. محمود صحي من النوم ومسك أخوه الصغير وفضل يضرب فيه بطريقة وحشية ومحدش كان قادر يحوشه. تحس إن بقى عنده قوة خارقة. وتاني يوم محمود صحي على الفجر وقال إن في صوت بيأمره إنه يقتل ابنه. صحى مراته وقال لها هاتي الواد وتعالي ورايا على السطح. مراته طبعا رفضت، ولكنه خد الواد وطلع بيه. مراته طلعت وراه وهي عمالة تصرخ. أمه صحيت على الصريخ وطلعت جري وراه على السطح. لما طلعت شافت محمود واقف وماسك ابنه وحاطط على رقبته قطر. محمود أول ما شافها رمى الواد من إيده ومسك أمه ونزل بيها على تحت. كان عنده محل تحت البيت، دخلوا هما الاتنين فيه وقفل الباب وراه. وبعد شوية الناس اتفاجئت بمحمود وهو عمال يجري في الشارع ويقول أنا قتلتها خلاص. الناس دخلوا المحل وشافوا الكارثة. محمود ذبح أمه. الناس بلغوا الشرطة والشرطة خدوه على الاسم. وده الكلام اللي كان محمود بيقوله قبل ما يتحكم عليه بالإعدام. الحاجات دي يعني حضرتك المفروض يعني حضرتك عارفها اكتر مني. فانا كان معمول لي اعمال، حاولت ان انا اطلع العمل ده عليا القران اللي هو موجود في التسجيل ده. لما قرأ عليا حضرتك هتشوفه اهو. هتشوف ايه اللي بيحصل في التسجيل. ان هو مات. جالي برضو حاجه في دماغي في اليوم دون ان عمر دون موت محمد. وقلت له انت موتت ليه؟ على فكرة محمود ما اتعدمش. بعد الحكم عليه عمل استئناف، والاستئناف اتقبل، والحكم اتخفف من إعدام ل25 سنة. حكمت المحكمة حضوريا بقبول استئناف شكلا، وفي الموضوع أطلب تعديل الحكم المستأنف وبمعاقبة محمود جمال معاطي علي بالسجن المؤبد عما هو منسوب إليه والمصادرة والزمته بالمصاريف الجنائية.